وإنكم ترون يا عباد الله ما حل بالناس من ضنك عيش ومن عسر بسبب تسريح بعض الموظفين. يجب علينا خاصة وعامة من مسؤولين ومن غيرهم أن نقوم بواجبنا تجاه المجتمع، فإنها أمانة بين يدي الله. فالأمانة الأمانة، فإنه ما جاع فقير إلا بتخمة غني، فإنه ما وجدت هذه العسرة وهذه الشدة إلا لأن بعض الذين يجب عليهم الزكاة لا يدفعون الزكاة. ولو دفعت الزكاة لما وجدنا فقيرا واحدا. إن الأرصدة المكدسة في البنوك ممن يحملون الألوف والملايين، لو أخرجت زكاة الأغنياء ما وجد فقير واحد ولا محتاج واحد. ليس من اللحمة أن نجد البعض في الأعلى والبعض في الأسفل، إنما اللحمة هي أن يواسي بعضنا بعضا وأن يؤدي حق بعضنا بعضا، يرجو ثواب الله، وما عند الله خير وأبقى. لا بد أن توضع الحلول بسبب هذا التسريح من الأعمال وعدم توظيف الشباب وتركهم هكذا عالة يتكففون الناس. زادت المسألة وزاد الباحثون عن عمل وزادت الحاجة. لا بد أن يتقي الله عز وجل كل مسؤول يحمل الأمانة في عنقه ليلاقي بها ربه يوم القيامة، فالله سائله أأدى أمانته أم ضيعها. وجدير بكل مسؤول في هذا البلد أن يرعى الأمانة، فإذا كانت عمان على هذه السمعة الطيبة وهذه العملة الذهبية المباركة، فينبغي لهذا المسؤول أن لا يخون الأمانة وأن لا يضيع، فالله سائله يوم القيامة، سائله عليه أن يؤدي أمانته وأن يقوم بواجبه، أن يقوم بواجبه في إصلاح هذا البلد، وأن يقوم بواجبه في تقريب وجهات النظر، وأن يسعى في خدمة المجتمع. هؤلاء الباحثون لا بد أن يوجد لهم حل، هؤلاء المسرحون لا بد أن يوجد لهم حل، هؤلاء الذين يتكففون الناس ولا يجدون أساسيات الحياة هم أمانة. في كل مسؤول ضيع مسؤوليته ولم يؤدي أمانته، فلا نشوه بلدنا بأيدينا، ولنقم بحق بلدنا وفاء وإخلاصا وأمانة وإتقانا. فالله تعالى سائلنا يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل أدينا أم ضيعنا؟